انا ببني حبي لذاتي عن طريق ان يبقى في حد في حياتي بيحبني. وهذا النوع من الحب اللي هو الحب الحقيقي بيسمح بكل حاجة. الاعتمادية الوهمية اللي احنا عايشينها لا تسمح بأي شيء. طب اعرف ازاي اذا كنت في اللي معايا في حب حقيقي ولا في حب وهمي؟ انت ما بتغرينيش، انت ما بتجيبليش، انت ما بتعمليليش. طب اديني يا اخويا، اديني جيت لك سم هاري هتنام بيه النهارده ينعلقوا الشغل. الاعتمادية، احنا ملخبطين الاعتمادية بالحب يا جماعة، وده جزء من الوهم والثقافة العاطفية الوهمية. في ناس كتيرة قوي حاسة ان لما اللي قدامها يبقى محتاجها، وده جزء برضو من الوهم. يعني في حاجتين، ان انا احس ان انا محتاجة حد محتاجني عشان ده يديني قيمة فده البني ادم اللي انا احبه، وفي الاعتمادية ان انا اعتمد على حد عشان مش قادرة ابقى لوحدي واسمي ده حب. الحب كلمة كبيرة قوي، الحب كلمة كبيرة قوي، احنا بنستعملها بطريقة غير صحية نهائي بسبب الثقافة اللي احنا عايشين فيها، الثقافة الوهمية اللي انا بتكلم فيها. بقولك واحد راجل زي الامثلة اللي انا اديتها لكم قبل كده، وفي امثلة كتير تانية بتاعتي وبتاعت ناس كتير، لكن بدل ما اقعد اديكم امثلة عايزة اقول لكم الاعتمادية احنا ملخبطين الاعتمادية بالحب. لما انا بعتمد على حد وعشان انا معتمدة عليه، عشان انا عندي مشكلة محتاجة احس ان انا في حد في حياتي، عشان احس ان انا حاجة، عشان احس ان انا حاجة انا محتاجة يكون حد موجود، حد في حياتي. ده اعتماد. انا ببني حبي لذاتي عن طريق ان يبقى في حد في حياتي بيحبني، فبالتالي انا محتاجة اعمل كل حاجة ترضي التاني عشان يفضل يحبني، علشان انا من غير ده حاسة ان انا ولا حاجة، حاسس ان انا ولا حاجة، فانا مغطي على احساسي باني ولا حاجة بالاعتمادية اللي انا سميتها حب. فانا ولا حاجة اتحولت لحب. قولوا لي انتوا، وهم، مرض، ولا جميل كده، ولا حب حقيقي؟ ايه رأيكم؟ فلما انا اكون خايفة ابقى لوحدي، وعشان خايفة ابقى لوحدي محتاجة ابقى مع ماما، وماما حولتها الاسم ايه؟ لأسامة، فماما بقت أسامة. عشان انا وانا صغيرة ما كانوش بيسيبوني انام لوحدي عشان كنت بخاف من العفاريت، فدلوقتي انا ايه؟ ما بخاف من انام لوحدي، فلازم يبقى معايا حد، فاروح متجوزة أسامة، واروح ايه طول اللي عايزة ايه؟ افضل في دباديب أسامة، ومش قادرة ابقى لوحدي، ومعايا أسامة وأسامة وأسامة وأسامة، وعايشة في حياة اعتمادية وحاسة ان الدنيا جميلة. في ناس عايشة على فكرة في علاقات اعتمادية بمنتهى الجمال اللي في الدنيا. مثلا اشهر علاقة اعتمادية في الحياة معروفة علاقة جون لينون ويوكو اونو، دي كانت علاقة اعتمادية ليفل الوحش، بس كان في بينهم حب حقيقي واعتمادية حقيقية، وكان في بينهم موضوع رابطهم ببعض، أرواحهم عملت الاعتمادية، أرواحهم في بينها تواصل عميق، شبكوا في بعض فاعتمدوا على بعض، لدرجة انه كانوا بيتريقوا ان يوكو اونو كانت بتغير ان حتى ما يقدرش حد يعمل له، لو زرار بتاع الجاكيتة بتاعه عمل هي اللي لازم تعمله، من كتر ما كانت بتغير عليه، من كتر ما كانت مكرسة نفسها ليه. الزرار بتاع الجاكيتة بتاعته لو بتاعه ما كانش حد يقدر يعمله غيرها، كان من كتر ما هي كانت محوقة، من كتر ما هما كانوا الاتنين جوه بعض. بس دي حالة خاصة جدا. ليه حالة خاصة؟ لان الروحين تقابلوا. لما الروحين بيتقابلوا في حب حقيقي، وبالتالي في اعتمادية حقيقية، لانه هو جزء من روحي. وهذا النوع من الحب اللي هو الحب الحقيقي بيسمح بكل حاجة. الاعتمادية الوهمية اللي احنا عايشينها لا تسمح بأي شيء، بمعنى فيها كنترول فظيع. انت جيت منين؟ انت بتعمل ايه؟ انت ما بصيتليش ليه؟ انت النهارده ما قلتليش؟ انت النهارده ما كلمتنيش؟ انت النهارده ما قلتليش؟ انت ما عملتليش؟ انت ما ردتيش؟ انت ما فيها شروط، فيها انتظار، فيها توقعات، ما فيهاش ارتياح، فيها دموع،
فيها عذاب، فيها انا متقطعه علشان سافر، انا وحشك ايه حبك بورس، كان معاكي النهارده الصبح بيسأل عليا بعديها ب3 ساعات وحشتني، بطمن عليكي. ما حد لما تقول لي انا بكلم بنتي 3 مرات في اليوم عشان اطمن عليها، تطمني على مين يا ماما؟ هي شحطه عندها 20 سنه، تطمني على ايه؟ ده نوع من الكنترول. محتاجين نبتدي نسمي الحاجات باساميها الحقيقيه. او انت عندك فراغ في حياتك مش عارفه تعملي فيه ايه، فملياه بانك انت تعرفي بنتك فين في كل لحظه. انا عندي واحده صاحبتي يبقى معاها في العربيه رايحين من القاهره لاسكندريه، بتكلمها 4 مرات، تكلمي 4 مرات تطمني على مين؟ ما هو لو جرالنا حاجه في السكه هتعرفوا يا جماعه، ولو ما جرالناش حاجه يبقى احنا وصلنا يعني. فانا ما بتكلمش بس على الحب العاطفي اللي بين بتكلم على حتى نوع الحب اللي بين الام اللي بنعبر عنه، بنعبر بطريقه وهميه. ان انا اسال على حد 4 مرات في اليوم. في واحد راجل من 5 دقايق دلوقتي كان بيقول لي انه احنا فعلا اتربينا على كده، ان انا لو ما سالتش عليها ولو ما صبحتش عليها وقلت لها الصبح انت نمتي كويس ولا ما نمتيش، كاني انا ما بسالش فيها، ما بهتمش بيها. الست متعوده على كده والراجل متعود على كده. فانا بقول في ثقافه عاطفيه وهميه، زي الامثله الشخصيه اللي انا كنت بديها لكم في المواقف الوهميه اللي انا بتفرج على نفسي فيها علشان اتعلم الوهم اللي احنا عايشين فيه عامل ازاي. فاحنا محتاجين نبتدي نطلع من الوهم ده ونبتدي نشوف الافعال بتقول ايه. الحب افعال، الحب طريقه وجود في الحياه، في حريه، في احترام، في افعال حقيقيه، في وقفه مع اللي قدامي، في عدم اشتراطيه. ده الحب الحقيقي. الحب الوهمي في كل الحاجات اللي احنا فيها دي. فهتقولوا لي طب اعرف ازاي اذا كان في اللي معايا في حب حقيقي ولا في حب وهمي؟ لو انت بتتعذبي قوي في العلاقه يبقى حب وهمي. الحب الحقيقي ما بيجيبش عذاب، بيجيب انشراح قلب، بيجيب انفتاح، بيجيب راحه نفسيه، بيجيب تلقائيه، بيجيب امان. ما اقدرش ابقى بشك فيه واقول انا بحبه، ما اقدرش ابقى اشك فيها واقول انا بحبها، ما اقدرش ابقى بخاف منه او بخاف منها واقول انا بحب. حب جزئي، حب وهمي، حب مرضي، اوكي، بس نبقى عارفين احنا فين، نبقى معترفين. انا ما قلتش كلنا بنحب بطريقه مرضيه الى حد ما، شويه مرضي وشويه مش مرضي، ما قلتش لا، بس ما نسميهوش ياي، ما نتخيلش انه واو وبعدين لما نلاقيه خان ولا نلاقيها مش عارفه عملت لنا ايه ولا ما جابلناش هديه يوم عيد ميلادنا. من قيمه كام يوم كنت بتفرج على حلقه بتاعه التلفزيون، حلقه بتاع مسلسل مشهور قوي اليومين دول اسمه الهرشه السابعه. ففي لقطه في الهرشه السابعه الكابل ده اللي هم الابطال اللي هو نادين وادم بيحبوا بعض، في بينهم حاله حب في الثقافة العاطفية اللي احنا عايشين فيها، ان احنا نتجوز ونبقى طيبين مع بعض وندي نفسينا لبعض، بس ما بيتكلموش في الحاجات اللي بتحصل بينهم خالص. انا متاسف انت متاسفة، هيحضنوا بعض ويكملوا. يعني هو الحب احنا اتعلمناه بالطريقة دي. وجنبيه حاطين كابل تاني بيكلموا عندهم عاطفة وبيكلموا في العواطف وبيكلموا في الاحساس وبيكلموا في الامان، فعندهم وعي. فهم حاطين كابل تقليدي وكابل مش تقليدي، والاثنين صحاب عشان نتفرج على الكابل التقليدي والكابل الغير تقليدي. الكابل التقليدي بيحبوا بعض بالطريقه التقليديه، بيستحملوا بعض، بيشيلوا من بعض وبيكملوا، فعملوا عيلين والدنيا ابتدت تبوظ وحياتهم الجنسيه ابتدت تبقى فاشله. ليه؟ لما ده ان يوم ما جه يوم فالنتاين في الحلقه الرابعه، في فالنتاين داي لبست ودت العيال عند ابوها واتمكيجت وجابت له هديه، ورجع من الشغل تعبان كحيان مش شايف قدامه، لسه عايز يكمل شغل في البيت ولا دريان ان النهارده يوم البتاع. وراح قالت له النهارده، بيقول لها انت حلوه قوي مش عارفه ايه، بس انا ورايا حاجه اعملها. انت حلوه قوي لكن ورايا حاجه اعملها. انتوا واخدين بالكم من التناقض في الاحساس؟ انت حلوه قوي فهي حاسه ان هو اعترف وبتاع مش عارفه ايه، وبدل ما يشوف الحاله وده يدخله في حاله وهو عمال يشتكي ان مراته ما بتخش في الحاله، فهو قال يعني ايه؟ انت ما بتغرينيش، انت ما بتجيبليش، انت ما بتعمليليش. طب اديني يا اخويا، اديني جيت لك، اديني عملت دريت، لا اصل انا ورايا شغل النهارده وانت بقى لازم تتفهميني طبعا. فحصل ايه؟ قال انا ورايا شغل، راحت هي اتقمصت واتحرقت وقالت له، وراحت مدياله الهديه وقالت له انا فاهمه، معلش انا هستفيد
ان العيال مش موجودين في البيت وهنام بدري. سم هاري هتنام بيه النهارده. وراحت دخلت جوه والكاميرا بتوري بقى العذاب والتقطيع اللي هي فيه عشان خاطر اللي حصل. انا عندي تعليقين عليه وعليها، واحد تعليق عليه وواحد تعليق عليها. الاثنين غلطوا في الموقف ده، بس هي دي الثقافه الوهميه اللي احنا عايشين فيها. هي هتتقطع وهي اتقطعت ونامت، والكاميرا راحت بتورينا بقى حاجات تانية، يعني عماله تقطع وتشيل الروج وتعيط ومش عارفه ايه، والكاميرا راحت في حته تانية. انا من رايي الست دي اتقمصت لانها في دور الضحيه اللي انا كنت بكلمكم عليه من قيمه كام حلقه. لان انا لو مش ضحيه اجره، احاول اعمل حاجه ابين له فيها، احسسه ان هو مش دريان بيا. مش هتقمص واعيط واخش انام واشيل وضغطي يزيد، سكري يزيد، اتخن او حش، وهو عبيط اهبل. مراتك جت ودت العيال بره وانت عمال تشتكي ان مؤخرا ما وراهاش غير الولاد ومش دريانه بيك كراجل، وجايالك ينعلقوا الشغل. ايه ال3 ايميلات اللي انت عاملهم؟ اصحى الساعه 7 الصبح اعملهم، جاتك خيبه. ولا وايه، بص على الهديه وقال حلوه قوي، وبدل ما ياخد الهديه ويخش لها الاوضه كمل شغل. ايه الخيبه دي؟ ما تفوقوا. بس كفايه عليكم النهارده كده.